السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شهوات منى. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم والوصفه تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. وصفه ديال فطائر معمره محشيه بالبطاطس. انتم غتشوفوا معايا المقادير السهله والطريقه ناجحه وغتعجبكم صراحه. عجبات وليداتي بزاف، ما انتظرتش انها تعجبهم. عندنا 570 ديال غرام ديال الدقيق الابيض. خاصو كاس ديال الماء دافي، كاس ديال العنبه باش تعبروا دائما. كنخلط هذاك الماء والدقيق، وغادي نبدا نزيد في المقادير الاخرى. غادي نزيد شويه الملح والزبده، 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه دافيه، ونزيد الخميره كيميائيه هي 7 غرام. وغنبقى نزيد دابا في هذاك الحليب اللي عندي دافي، كاس ديال الحليب دافي، غنبقى نزيد فيه بشويه حتى تجمع لي العجينه وتولي عجينه لينه. كنبدا نزيد هكذا، غادي نجمعها عاد نمشي ندلكها. هاد العجينه بالحق كتجي رطبه بزاف، ما محتاجينش انكم تاخذوا الوقت باش تخليوها تخمر. وعاد صافي غير كيف تعجنوها بحال هكذا غادي تقطعوها كيف ما بغيتو، كويرات بالحجم اللي نتوما بغيتو على حسب واش كبار ولا صغار. انا هادو تقريبا عطاوني واحد 12 هكاك ديال الخبيزات. صافي غنخليها دابا تما على جنب، نغطيها. غنمشي نحضر الحشوه اللي هي البطاطا تقريبا عندي نص كيلو. انا غادي نحكو في هذيك الحكاكه هكا، هذه الحكاكه الربيطه. البطاطا تكون مسلوقه، عفوا نسيت ما قلتهاش، مسلوقه ماشي مسلوقه بزاف، انما مسلوقه طيبه. نبدا نحكو هكا بشويه. كان ممكن ان نديرها بيغي، ولكن هكا كتبقى مجموعه وما كتجيش مرخوفه وتعذبكم في التعمار. هكا كتجي كتبقى واقفه، وكتشكلوها كيف ما بغيتو، كويرات ولا تهزوها بالمعلقه وتعمروا بها، كتجي اسهل ما يكون. صافي كنبدا نحك هاد البطاطا هكا. كتولي كتبان لكم بانها راه ممكن تجمع. صافي غادي ندوز دابا باش نوريكم المقادير اللي غادي ندير في الحشوه. درت فلفله خضراء حاره قطعوها طريفات صغيورين، وواحد 2 معالق كبار ديال الجبن، سواء فيلا ديال الفيا او الجبن المربع او الجبن المثلث على حسب. وكتبقى هاد الشيء ديال الجبن على حسب هذيك الكميه ديال البطاطس. صافي غادي نبدا نزيد في التوابل. عندي نص معلقه صغيره ديال الثوم بودره، شويه ديال البابريكا ما حراش لان انا دايره فلفله حاره، شويه ديال البصار. ممكن تزيدوا فيها الهريسه، زيدوا فيها اللي بغيتو. انا هادشي اللي درت. نص معلقه ديال الملح، شويه القزبور ومعدنوس، ومعلقه كبيره ديال الزبده. كتشوفوا الزبده غير باش تجينا هذيك البطاطا هشيشه. غنخلطوها دابا. صراحه انا كنت جربتها شي 2 ديال المرات، ومن تما وما البنات كيطلبوها ليا، تيقول لك والو صايبيها لنا كتجي بنينه، راه ما تيبقاوش غير كيطيبوا كيطيروا. نتمنى انكم تجربوها. صافي كنبدا نخلط هذاك الشيء كله، ومن بعد غادي نشوف واش هذيك البطاطا غادي تجمع ليا كويرات. الا ما جمعات لكمش البطاطا وجاتكم شويه مرخيه او لا فيها ما كتجمعش، زيدوا معلقه ديال النشا باش تكملوا هذيك باش توصل لهذا القوام، باش تبقى توريكم من ندير لكم هكا تعطيكم كويرات. صافي
انا دابا عرفتها هكا كورات جمعات ليا، غادي نحطها دو كوتي وغادي نمشي نكور هادوك الخبيزات وغادي نجمعهم نحطهم وسط هذيك الكريصال اللي سرحت. ما نسرحوهمش رقاق بزاف، لان ديروا في بالكم بان هذيك الخبيزه راه مازال غادي نسرحوها بالمدلك. هكذا تحاولوا غير تبسطوها على اساس انكم تخلوا البلاصه لديك الكويره فاش تكونوا تحطوها. صافي كتبداو تجمعوا، كتقرصوا هذيك العجينه من الجناب، قرصوها مزيان وجمعوها. لان ما درتو الاخرين كيكونوا طرخه ولا زوينين، غير فاش كتكونوا تلقيوهم مع فاكم ما تضربوش مزيان بالمدلك، غير بشويه، سيروا معها غير بالعقل بهدوء. صافي ها هي ولا ترقيقه زويونه ها هي. وما تحاولوش تضغطوا باش ما تخرجش لكم الحشوه. هانتوما واخا فيها البطاطا راه ما كتبانش كاع نهائيا. المقله تكون مسخنه على نار متوسطه. قبل ما كتحطوا الخبيزه ديالكم او الفطيره ديالكم تكونوا داهنين هذيك المقله بشويه ديال الزبده دايبه ولا الزيت العود. حقا زيت العود تدخلي زوينين. صافي كتخليوها طيب واحد 50 ثانيه على كل وجه وتبقاو تقلبوا، ما تخليوهاش تقصاح من الجهه الاولى. صافي غير كتديروا كتعاودوا دهنوا عاوتاني بالزبده وانتم غاديين حتى طيب لكم وتنفخ وتحسوا بها بان ديك البطاطا تمازجات مع الطابط وتمازجات مع الجبن اللي فيها وداكشي. صافي وتحيدوها. وفي كل الاحوال هذيك الفلفله اللي درت راني قطعتها طريفات صغيورين، يعني ما غاديش تحسوا بها، غادي تحسوا بالمذاق ديال ابيسي، يعني فيه شويه الحار. ها هي بدات كتنفخ. صافي غير نحسوا بها تحمرات وطابت كلشي من الجناب. وصافي كنحطوها. وفي هذه المرحله هذه كيبداو ياكلوها ما تيخليوهاش، كلشي كيبغيها سخونه. صافي كنكمل. تقادوها من جنيبات الا ما كانتش مقاده. وحتى فاش طيبوها راه غادي ملي تحطوها، ملي غتبغيو تحطوها راه ديروا فيها دهنوها بالزبده ما امكن، راه كتجي زوينه ما نقولش لكم، تجي رائعه وخفيفه. وقد ما رققتوها راه كتنفخ. ممكن تعمروها هذيك البطاطا تزيدوا على لي زيتينا غير الا كانوا عندكم، حتى داك اللون ديال الخضوره ملي كتحلي هاد الفطيره كيبان زوين. وكنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش عليا بالاشتراك وبالاعجاب. الاشتراك ديالكم والاعجاب ديالكم كيهمني بزاف، والتعليقات ديالكم. صافي انا وصلت للاخرات ديال الطياب. ها هي دابا خليتهم بردوا شي شويه وغادي نزيد ندهنهم بشويه ديال الزبده. من بغي نحطهم هانتوما كتشوفوا خفاف ورطبين، راه زعما ما تشبعوش منهم. ان شاء الله تجربوهم وتكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، ويومكم سعيد.